السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الجاني في كل مكان، كل سنة وانتم طيبين ويا رب في خير وسعادة دايما يا رب العالمين. طلاب تانية اعدادي كتاكيت بتوعنا حباب قلبي، ان شاء الله شباب احنا النهارده بنبدأ معاكم بداية الاونلاين بتاعتنا. ايوه هي دي البداية اللي بنبتديها عشان نجهز طالب لتالتة اعدادي، وزي ما ربنا كرمنا سبحانه وتعالى وقدرنا السنة دي او السنة اللي فاتت نطلع اوائل على مستوى محافظة اسكندرية، حابين برضو نطلع اوائل على مستوى محافظه اسكندريه من الاجيال اللي جايه اللي هم انت كتاكيت بقى. سمي الله كده ويلا بينا نبدا النهارده مع بعض اول دروس الاونلاين، واول درس عندنا في النحو المنادى اللي نازل لنا من ثالثه اعدادي ده، نشوف قصته ايه ونسهل لك الامور ونبسط لك الامور ان شاء الله. عايزك بطل كده، شد حيلك، ورقه وقلم، جهز نفسك، كوبايه الشاي، حته الكنافه، وابعت لي حته يا بطل. يلا صلي على رسول الله ونبدا مع بعض كده اول دروس المنادى. ما تنساش تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. هنسمي الله كده، تقطع الحته دي عبد الرحمن. ها المنادى يا شباب، ايه قصه المنادى؟ بسيطه خالص، سيادتك هتدور على اداه نداء. حلو الكلام؟ ها اقف، هي ايه اداه النداء اصلا يا مستر مؤمن؟ قال لك عندك ايه وعندك هيا وعندك يا وعندك الهمزه وعندك اي. يعني اذا انا عندي هنا 5 ادوات نداء. يلا نقول مع بعض: ايه هيا يا الهمزه واي. اسمع: ايه هيا يا الهمزه واي. ايوه هم دول ادوات النداء. اللي هيجي بعديهم يا شباب هيسمى المنادى. هيسمى ايه يا ابطال؟ المنادى. يعني على سبيل المثال لما اجي اقول لك ايه: ايا محمد، هيا محمد، يا محمد، محمد، أي محمد. يبقى إذا محمد 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 هنا ماله؟ قال لك منادى. عرفت منين يا مستر موم إن هو منادى؟ قال لك عشان جه قبليه على طول أداة إيه؟ النداء. يبقى أول ما سيادتك تلاقي أداة النداء اعرف اللي جاي على طول بعدها إيه؟ منادى. ودي بداية كده سريعة كده. يلا نقوله مع بعض: أيا هيا يا الهمزه واي. ها ايا هيا يا الهمزه واي، دول اسمهم ادوات النداء، واللي بيجي بعدهم يسمى ايه؟ منادى. شفت بقى صاحبي اللي انت كنت اصلا بتنادي صح اما بتقول يا محمد يا مصطفى، انت كنت تفكر نفسك بتنادي كده وخلاص، طلعت اهي الهمزه اداه ايه؟ نداء. صلى على رسول الله. المنادى يا شباب بكل بساطه كده قال لك عندك منه كذا نوع. ها قال لك اول حاجه في المنادى سيادتك عندك حاجة اسمها المنادى المبني، وده هيتقسم يا شباب نوعين. عندي حاجة اسمها علم مفرد، وعندي حاجة اسمها نكرة مقصودة. سيب الكنافة يا ولا. تاني عندي نوع تاني، المنادى المعرب. المنادى الايه؟ المعرب، اللي هو ايه؟ قال لك عندك المضاف وعندك الشبيه بالمضاف وعندك النكرة الغير مقصودة. يبقى أنا عندي نوعين من المنادى: منادى مبني عالم مفرد نكرة مقصودة، منادى معرب مضاف وشبيه بالمضاف والنكرة الغير مقصودة. يلا نسمي الله يا أبطال وناخد نوع نوع ونفصص الدنيا مع بعضنا. صلى على رسول الله. في البداية يا شباب لو أنا جيت دلوقتي قلت لك سمي الله كده، وبدأنا مع بعض كده نركز مع بعض شوية. أول حاجة اسمه المنادى العلم المفرد. إيه قصة المنادى العلم المفرد ده بقى؟ قال لك بكل بساطة افتكر معايا رقم كام؟ 5. المنادى عالم مفرد 5 انواع. ها يلا مع بعض. ها المنادى عالم مفرد 5 انواع. ايوه فعلا لما يصلي على النبي 5 كده. ها اول واحده ايه يا شباب؟ اذا كان المنادى اسم انسان، بس افتكر مقطع واحد. زي ايه؟ زي محمد، زي ابراهيم. 2 اسم بلد، زي ام الدنيا مصر، ها فلسطين. 3 كلمة اللهم. 4 اللهم همزة. 5
من. يبقى المنادى علم مفرد، المنادى علم مفرد. 5 حاجات. أول حاجة اسم إنسان من مقطع. 1 محمد إبراهيم مؤمن إسماعيل. 2 اسم بلد مصر فلسطين سوريا عراق كويت أي دولة. 3 اللهم. 4 اللهم همزة. 5 سيادتك هتدور على من اللي هي الاسم الموصول. صلى على رسول الله. لو انا جيت يا شباب كده وقلت لك يا محمد، او جيت قلت لك يا مصر، او جيت وقلت لك يا الله، او جيت وقلت لك اللهم، او جيت وقلت لك يا من. حبايب قلبي، هو مش محمد ده اسم انسان؟ يبقى نوع المنادى علم ايه؟ مفرد. هو مش مصر اسم بلد؟ يبقى نوع المنادى علم ايه؟ مفرد. هي مش دي الله ام همزه؟ يبقى علم ايه؟ مفرد. هي مش دي كلمه اللهم؟ يبقى علم ايه؟ مفرد. مش دي من؟ يبقى ده علم ايه؟ مفرد. طيب يبقى احنا كده عرفنا اول حاجه ان العلم المفرد 5 انواع زي ما قلنا، او 5 حاجات كده زي ما قلناها مع بعضنا. طب اعربه يا جهيني، بص يا قلبي الجهيني، اعربه ثابت. هنعربوها ايه؟ منادى مبني على نقط في محل نصب. سامعك اللي بتقول صوته وحش، انت جاي هو انا عمرو دياب يا ولا؟ منادى مبني على نقط في محل نصب. اشتغل. منادى. ايوه انا عارف امك بتقول لك مجنون دلوقتي. يلا منادى مبني على نقط في محل نصب. الله ينور. طب النقط دي هنا بتحطها لنا ليه؟ انت عايز تلخبطنا؟ والله ابدا، ده انا عايزك تاخد بالك. ازاي؟ اذا كان المنادى اخره الف ونون، النقط دي هتتكتب مكانها الالف. طب لو اخره واو ونون، النقط دي هتتكتب مكانها الواو. طب ما فيش ولا الف ونون ولا واو ونون، هتكتب مكانها الضم. ازاي يا مستر مؤمن؟ اقول لك تعالى واحده واحده كده، يلا بينا كده نشتغلوا مع بعض. لو انا جيت قلت لك ايه؟ يا محمد، يا محمدان، يا محمدون. واجي اقول لك ايه؟ يا فاطمات، يا فلسطين، يا الله، اللهم، يا من هواه أعزه وأذلني، كيف السبيل إلى وصالك دلني. قولي لي بس دليني. قال لك يا محمد. مش ده اسم إنسان يا بطل؟ ما هو اسم إنسان يبقى علم مفرد، يبقى سيادتك تجري على طول وتعربه إيه بقى معايا كده يا بطل؟ قال لك مش ده محمد اسم إنسان، يبقى نوع علم إيه؟ مفرد. إعرابه بقى منادى مبني على نقط في محل نصب. تمام؟ محمد هنا مش ده اسم انسان؟ ايوه. علم مفرد؟ اعرابه منادى مبني على نقط في محل نصب. ايوه ببساطه كده. في اخره الف ونون؟ لا. طب في واو ونون؟ لا. يبقى تحط مكان النقط الضم بس كده. طب محمدان اخرها الف وايه؟ ونون. يبقى نفس الاعراب، منادى مبني على نقط في محل نصب، اخرها الف ونون، يبقى مبني على ايه؟ الالف. طب محمدون، ما هو برضه نفس الكلام. محمدون ده جمع محمد، ومحمدان ده مثنى محمد. ما هو محمد في الاول وفين؟ في الاخر، اسم انسان. يبقى الاعراب ايه؟ منادى مبني على نقط في محل نصب. طب هنا اخره واو ونون، يبقى مبني على ايه؟ الواو. طب هنا ايه؟ يا فاطمات. ما فاطمات دي مفردها ايه؟ فاطمه، اللي هي اسم بنت، يعني اسم انسان، يعني علم مفرد. يبقى الاعراب ايه؟ منادى مبني على نقط في محل نصب. اخرها الف ونون؟ قال لي لا. اخرها واو ونون؟ قال لي لا، يبقى مبنيه على الضم. طب فلسطين اسم بلد، منادى مبني على نقط في محل نصب. ده فرحان بصوته. قال لك ايه؟ في الف ولام او الف ونون؟ قال لك لا. طب في واو ونون؟ قال لك لا، يبقى برضه مبني على ايه؟ الضم. طب اللهم همزه علم مفرد، نفس الكلام. منادى مبني على الضم في محل نصب.
طب اللهم، قال لك لا، اللهم دي تعالى ايه ناخدوها لوحدها كده. لو انا جيت قلت لك ايه اللهم عليك بمن عادانا يا الله، اللهم حبيب قلبي، اللهم دي اعرابها جميل قوي. اول حاجه نوع المنادى علم مفرد يا باشا من غير اداه نداء، لان هنا اداه النداء اصلا محذوفه، فهعربه ايه؟ ها، منادى مبني على الضم في محل نصب. اجهني انت قلت ضم ليه؟ قال لك لان هنا ولا في الف ونون ولا واو ونون، يبقى مبني على الضم. طب اجهني اين اداه النداء؟ ما انت قلت لي اللي بيجي بعد اداه النداء منادى. قال لك هنا وحذفت الاداه وعوضنا عنها بالميم المشدده. عوضنا عنها بالميم الايه؟ المشدده. يبقى اذا اللهم اداه محذوفه عوضنا عنها. ها، اللهم اداه، يلا قول، ايوه ايوه قول معايا، اللهم اداه محذوفه وعوضنا عنها بالميم المشدده. يبقى كده اللهم اثبتها عندي، اللهم علم مفرد اعراب منادى مبني على الضم في محل نصب، حذفت الاداه وعوضنا عنها بالميم المشدده. الله ينور عليك. طب لما اجي اقول لك ايه؟ يا من هواه اعزه واذلني، كيف السبيل الى وصالك دلني. قال لك من اهي، هو ده المنادى، نوعه ايه؟ علم مفرد. بس ينفع اعربه منادى مبني على كذا؟ قال لك لا. ليه؟ قال لك عشان ده اسم موصول، لما تيجي تعربه قول اسم موصول مبني على الضم في محل نصب منادى. في محل نصب ايه؟ منادى. تمام كده؟ يبقى اسم موصول مبني في محل نصب ايه؟ منادى. ويبقى بكده شباب خلصنا اول نوع من انواع المنادى، العلم المفرد. راجع معايا: اسم انسان، اسم بلد، اللهم، اللهم همزه، ومن، ودول 5 اول نوع من انواع المنادى العلم الايه؟ المفرد. نخش على النوع الثاني المبني. قال لك يا باشا اللي هو اسمه ايه؟ قال لك المنادى النكره المقصوده. هقول لك اسهل طريقه بفضل الله تعالى. بص يا باشا، احنا هنقسم النكره المقصوده ده ل3 حاجات. قال لك انا عايز المنادى بتاعها ما يبقاش فيه الف ولام ولا تنوين ولا ياء ونون، ولا واحده من دول موجود فيهم. المنادى 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 المنادى، ها، ولا في الف ولام ولا تنوين ولا ياء وايه ونون، وتحط بعد المنادى نقطه يكون ايه؟ جمله. يكون ايه؟ وعلى فكره الفعل الامر يعتبر كون جمله بعديها، عشان بس لو جالك فعل امر يبقى كون جمله خلاص زي الفل. ها، زي ايه يا مستر مؤمن؟ اما اقول لك ايه؟ يا طالب، ها، اجتهد في دراستك. يا طالب اجتهد فين؟ في دراستك. صلى على رسول الله. يا أداة النداء، صح؟ وطالب هنا ايه؟ المنادى. شوف يا باشمهندس، هل الحاجات اللي انا قلت لك عليها موجوده ولا مش موجوده؟ هل هنا في الف ولام؟ قال لي لا. طب في تنوين؟ قال لي لا. طب في ياء ونون؟ قال لي لا. حط نقطه ارجوك واقرا الجمله اللي بعدها: اجتهد في دراستك. يبقى كون جمله ولا ما كونش؟ يعني ايه يا مستر مؤمن كون جمله؟ قال لك جمله مفيده، اجتهد في دراستك. يا راجل ده لو جات لك اجتهد بس يبقى كون جمله، لان اجتهد هنا معناها ان انت تجتهد في حاجه، يبقى هتديني جمله. يبقى في الحاله زي دي نوعه نكره مقصوده. صعب يا شباب؟ اعيد تاني: شروط النكره المقصوده: منادى ما فيهوش الف ولام، ما فيهوش تنوين، ما فيهوش ياء وايه ونون، ويكون جمله بعديه. اهو: يا طالب اجتهد في دراستك، ولا في الف ولام ولا تنوين ولا ياء ونون، كون لي جمله نكره مقصوده. خد المفاجاه: نفس اعراب العلم المفرد. يبقى اما تيجي تعربها تقول ايه؟ ها،
بص الولد الشاطر قال لي ايه؟ منادى مبني على نقط في محل نصب. ايوه لحن. هل هنا المنادى اخره الف ونون؟ قال لي لا، يبقى ما فيش الف. طب اخره واو ونون؟ لا ما فيهوش ايه؟ ها واو ونون، يبقى مش مبني على الواو. ما مبني على ايه هنا بابا؟ قال لك مبني على الضم. مبني على ايه؟ الضم. صعب يا شباب؟ عبد الرحمن بيقول لي لا، ما علينا، هو بيجاوب وانتوا لا، ركز معايا. طيب صلى على رسول الله. لما اقول لك ايه؟ يا طالبان انتما مجتهدان. يا طالبان انتما مجتهدان، يا اداه النداء جاي بعديها منادى، احط نقطه، اسال المنادى فيك الف ولام؟ قال لي لا. طب فيك ت مربوطه؟ انت مالك بالت المربوطه يا ولا؟ هو في تنوين؟ لا. طب في ايه ونون؟ لا. يبقى اقرا الجمله اللي بعديه، انتما مجتهدان. كون جمله ولا ما كونش؟ قال لي كون. يبقى في الحاله اللي زي دي نوعه ايه؟ نكره مقصوده. وطالما اعرابه هيبقى نفس الاعراب اللي قبليه، هنعربه ايه بقى؟ ها منادى مبني على نقط في محل نصب. طب هنا طالبان اخرها الف ونون، يبقى مبني على ايه؟ الالف. طب اما اجي اقول لك ايه؟ يا معلمون اجتهدوا وسكت، عادي، ايه المشكله؟ يا معلمون منادى ما فيهوش الف ولام ولا تنوين ولا ياء ونون، احط نقطه. اجتهد قلت لك طالما جالك فعل امر بعديها كانها كون جمله بالظبط، يبقى اجتهد هنا زي الفل، يبقى ساعتها نكره مقصوده. طب النكره المقصوده جيني اعرابه ايه؟ نفس الاعراب اللي احنا قلنا عليها، منادى مبني على نقط في محل نصب. منادى مبني على نقط في محل نصب، اخره واو ونون، مبني على الواو. ودي تبقى اول حاله في النكره ايه؟ المقصوده. منادى ما فيهوش الف ولام ولا تنوين ولا ياء ونون، وبيكون جمله ايه بعديه. طيب الحاله الثانيه، لو سيادتك لقيت ايها او ايتها يبقى نكره مقصوده. لو سيادتك لقيت هذا او هذه يبقى نكره مقصوده. ازاي يا مستر مؤمن؟ على سبيل المثال لو انا جيت قلت لكم يا شباب يا ايها المعلم، يا ايها ايه؟ المعلم، الله ينور عليك. شفت يا جميل ايها؟ اعرف على طول ان المنادى اللي عندك ده نكره مقصوده. طب اعربه ازاي يا جيني بقى؟ لا هاتوا على جنب حبيبي. ادي ايها هنقسمها نصين، اي لوحدها والهاء لوحدها. اي لوحدها والهاء لوحدها. وقال لك ان اي دي هتبقى هي المنادى، نوعه نكره مقصوده، يبقى اعرابه ايه؟ منادى مبني على الضم في محل نصب. ما احنا قلنا نكره مقصوده يبقى اعرابه ايه؟ منادى مبني على الضم في محل نصب. طب والهاء يا مستر؟ قال لك دي زائده للتنبيه. زائده لايه؟ للتنبيه. يبقى كده اعراب ايها وايتها، اعراب ايها وايتها اعرابه ايه؟ منادى مبني على الضم في محل نصب. ودي بتاعت اعراب اي، والهاء زائده للتنبيه ملاش اعراب عندي. طب ما بعد ايها وايتها طالما في الف ولام هنا يا جماعه يبقى ده نعت، يبقى نعت مرفوع كمان، نعت ايه؟ مرفوع. صعب يا شباب؟ اعيدها. يبقى يا ايها يا ايتها نوع المنادى نكره مقصوده. ايها تتقسم عندي نصين، اي لوحدها والهاء لوحدها. طب اي اعرابها ايه؟ منادى مبني على الضم في محل نصب. ضم ليه؟ ولا الف ونون ولا واو ونون، ما احنا اختصرنا. والهاء زائده للتنبيه، واللي جاي بعدها في الف ولام يبقى ايه؟ نعت. طب لما اجي اقول لك ايه؟ يا هذا المعلم، انا قلت لك هذا هذه ايها ايتها، يبقى في الحاله اللي زي دي نوعه نكره مقصوده. يبقى اذا هذا هنا المنادى، وهيبقى نوعه ايه يا جماعه؟ نكره مقصوده. نكره ايه؟ مقصوده. طب النكره المقصوده جيني ايه نظامها؟ قال لك بسيطه خالص، اعربها كالاتي.
هنعربوه منادى؟ قال لك اوعى. امال هتعرب هذا ايه؟ زي ما عربت كده من اسم موصول، ادي ديها برضو اهميتها، يبقى ده اعرابه ايه؟ قال لك اسم اشاره مبني على الضم في محل نصب منادى. يلا تاني ها، اسم إشارة مبني على الضم في محل نصب منادى. اسم إشارة مبني على الضم في محل نصب منادى. واللي جاي برضو بعدها يبقى ايه يا جماعة؟ نعت. صعب كده؟ إذا كده احنا خلصنا المنادى المبني يا شباب. المنادى المبني سريعا راجع معايا: عالم مفرد، نكرة مقصودة، عالم مفرد 5 حاجات: اسم إنسان أو اسم بلد أو اسم إنسان أو اسم إيه؟ بلد. راجع تاني: اسم إيه؟ إنسان أو اسم إيه؟ بلد. أو الله هم أو اللهم همزة أو من. خلصنا من العالم المفرد. النكرة المقصودة 3 حاجات: هذا، هذه نكرة مقصودة، أيها، أيتها نكرة مقصودة. ولو المنادى ما فيهوش ألف ولام ولا تنوين ولا يه ونون وكون جملة، يبقى نوعه نكرة إيه؟ مقصودة. صح كده؟ وفي الحالتين سواء علم مفرد أو نكرة مقصودة، الاثنين يا برنس اعرابهم إيه؟ منادى مبني على نقط في محل نصب، آخره ألف ونون بقى بالألف، آخره واو ونون بقى بالواو. غير كده حط الضم وأنت مطمن. كده خلصنا المنادى ايه يا جماعه؟ المبني كله بفضل الله تعالى. يا رب تكونوا استفدتوا حاجه، وانتظروني ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هعمل لكم كده حاجه جميله عن المنادى المعرب ان شاء الله تعالى. اشوفكم على خير، وكفايه قطايف بقى. السلام عليكم.